السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الرز بلبن بالمانجا. ينفع كده يعني طبق تفرحي بيه ولادك هما بيذاكروا. وطبعا المانجا دلوقتي لسه متوفرة في السوق. هنقول مع بعض بقى المقادير ونقول الطريقة إن شاء الله ونشوف الطريقة. معانا هنا حوالي لتر من اللبن الحليب، معانا كوباية إلا ربع رز مغسولة طبعا، ومعانا حوالي كوباية إلا ربع سكر. دي السكر ده على حسب رغبتك انت عايزة تزودي، لكن انا عشان هحط معاه جيلي وهحط معاه مانجا فانا مش عايزة الرز بلبن يبقى مسكر قوي. معانا هنا كمان ظرف كريم شانتيه عفوا جيلي مانجا، ومعانا كمان واحدة مانجا. هنشوف كده هنعمل ايه ونقول بسم الله توكلنا على الله ونبدأ الفيديو. معانا هنا اللبن سخن، هننزل بيه الرز، وهنبدأ كده نرفعه على النار ونسيبه شوية لحد ما الرز بتاعنا يستوي كده. هناخد معاه السكر وهنقلب كل دوت بسم الله، نرفع بقى على النار كل دوت ونسيبه لحد ما الرز يختفي تماما مع اللبن. نشوف هيبقى شكله ايه. دلوقتي زي ما احنا شايفين ادي الرز بلبن. زي ما احنا شايفين انا محطتش اي نشا ولا اي حاجه. تمسكوه كده بتهدي عليه النار وتسيبيه مع نفسه كده، هيتماسك كده ويبقى بالشكل دوت شايفين. ودي شويه الرز اللي احنا حاطينهم. هتحس ان الرز بسيط، لكن مع الغلوان كده، مع غلي اللبن مع الرز هتلاقيه مسك في بعضه كده بالشكل دوت. انا سبته يهدى شويه علشان نحطوش في الكاسات وهو سخن. بسم الله نبدا بقى نصب كده. انا مش حابه اضيف له فانيليا ولا اضيف له اي حاجه علشان تبقى المانجا هي اللي طاغيه عليه، فدلوقتي انا محطتش اي فانيليا. لكن لو حابه انت تحطي فانيليا تحطي حاجه تانية مفيش اي مشكله. كده عبينا الكاسات. طبعا قطعنا المانجا، قشرناها وقطعناها. هنبدأ بقى ناخد بقى المانجا ونملى بقى كده الكاسات الأول. بالشكل دوت. تعالوا بقى ناخد المانجا ونفضيها كده ونحطها على وش الرز. بالشكل دوت. تيجي بقى مرحلة الجيلي اللي احنا هنفضيها عليه. وهنا معانا كوباية بتغلي من المية، هنفضي معاها كيس الجيلي وندوبه كويس بسم الله لحد ما نتأكد ان كل الحبيبات اللي في الجيلي كلها اختفت في المية السخنة. نقلبها كويس جدا. ريحة ريحة الجيلي مانجا طالعة جميلة تحفة بصراحة، يعني ما شاء الله.
الجيلي عشان لو الرز بلبن غاب عندك مثلا ما يسودش المانجا تسودش، فبتحط لها الجيلي دوت، لكن لو هتاكليها في نفس اليوم مفيش اي مشكله. خلاص كده الحبيبات بتاعه الجيلي اختفت في الميه. هنبدا بقى نجيب كوبايه ميه سقعانه ونضيفها عليها. تعالوا بقى نضيف الميه متلجة دي ونضيفها عليها. بسم الله. ونقلب ونبدأ بقى نزود الرز بلبن بالجيلي، وهنسيبه في التلاجة لحد ما يتماسك الجيلي كده، وبعد كده نشوف هيبقى شكله ايه ان شاء الله. تعالوا بقى نفضي الجيلي. بسم الله. طبعا هيتبقى معاكي جيلي تفضيه في كوبايات عادي وتجمديه وتاكليه لوحده. هنستنى بقى لحد ما الجيلي دوت يتماسك كده، وهنشوف هيبقى شكله ايه ان شاء الله. وده شكل الرز بلبن بالمانجا بعد ما حطيته كده في التلاجة. مش عايز اي حاجه طبعا غير ان انا نحط له واحده كريس كده في النص. وده كان فيديو النهارده، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.